ضامن اني اوصل للركله الاخيره، لذلك افضل بان ابدا باللاعب الافضل في التنفيذ في البدايه الاولى. لاعب المنتخب العراقي الان، لاعب المنتخب العراقي الان، وخالد عيسى سيتصدى وسيكون التصدي الناجح ان شاء الله تعالى. الضربه الركله الترجيحيه الاولى، لاعب المنتخب العراقي هذا علاء عبد الزهرة، علاء عبد الزهرة، وخالد عيسى موجود. طبعا هذا شغل حراس المرمى، يجي لك امام اللاعب، يوقف امامه، يحاول انه ياثر على معنوياته، يحاول انه يطلعه عن طوره، يحاول انه يوتره. من له حيلة فليحتال بها، وهذا ما يفعله الان خالد عيسى. عراقية اولى، علاء عبد الزهرة يتقدم، وخالد عيسى في مرمى منتخب الامارات يتقدم. صدها 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 خالد، صدها خالد عيسى. يا هي بداية، يا هي بداية. تسلم يمينك وتسلم شمالك وتسلم ايدك يا خالد عيسى. تصدي ممتاز، بطولة ممتازة يا خالد عيسى، تكمل ان شاء الله تعالى، تكمل يا بطل. اي والله بطل، بطل كبير في هذه البطولة. الان شوف هذا الكلام اللي قلته، اللاعب الافضل عندك في ركلات الترجيح يفضل انك تبدا فيه لانك مو ضامن. احد يقول لك والله خل علي مبخوت للخامسه. طيب يا اخي انت مو ضامن، لا سمح الله تصل، لكن علي مبخوت كل التوفيق. هدف الامارات الوحيد في هذه البطوله كان عن طريق علي مبخوت، وكان في مباراه عمان، وكان الهدف الوحيد لمنتخبنا من ركله جزاء. الامر الان طبعا مختلف لان المباراه في الوقتين الاصلي والاضافي انتهت سلبيه، لكن ركلات الترجيح من يتقدم علي مبخوت، يسدد، جول جول. واحد منتخبنا، واحد منتخب الامارات الوطني. برافو علي مبخوت، حطها حلوه يا حلاته، ايش حالاته. هدف لمنتخب الامارات الوطني. صارت الامور بعد ركله ترجيحيه اولى، منتخب الامارات 1 والمنتخب العراقي لا شيء. والعراق عن طريق مين؟ علي فايز. هذا علي فايز. لكن ان شاء الله تعالى لا، هذا مين؟ هذا سعد عبد الامير، وخالد عيسى الامين موجود. خالد عيسى الامين موجود، تصدى لعلاء عبد الزهرة. والان لعبة عراقية ثانية، ركلة ترجيحية ثانية لمنتخب العراق عن طريق سعد الامير، ايضا من اصحاب الخبرة في المنتخب العراقي. لكن خالد عيسى في مرمى منتخب الامارات. اختيار من ينفذ اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا في غاية الاهمية. ركلة ترجيحية عراقية، خالد هذا اللي يزعل، كانت جايتنك في ايدك يا خالد. لكن طبعا مثل ما قلت حارس المرمى عليه انه يختار زاوية. الركلة الترجيحية الثانية لمنتخبنا، وشاهد عمر عبد الرحمن يتقدم. معليش يا خالد، معليش، طبعا حارس المرمى لابد انه يختار زاوية، وبالتالي سعد عبد الامير. عمر عبد الرحمن الان، عمر عبد الرحمن يتقدم لمنتخب الامارات الوطني. ركلة ترجيحية ثانية، موجود حارس مرمى جلال حسن في مرمى المنتخب العراقي، وموجود عمر عبد الرحمن في تنفيذ ضربة الجزاء او الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب الامارات. هذا عمر يملك من الخبرة ويتقدم الان. ضربة جزاء، ركلة ترجيحية، عمر، جول. هدف اماراتي ثاني يذهب لخالد عيسى، وتذهب الامارات، كل الامارات. شوف عمر بالكرة بهذه القدم اليسرى، عمر عبد الرحمن وجلال حسن في نفس الزاوية.
هذه اللقطة عليكم تجنن، هذه اللقطة عليكم تجنن، وهذه الفرحة إن شاء الله تعالى تدوم وتدوم. وضربة ركلة ترجيحية ثانية للعراق الآن، ثالثة للعراق، ثالثة لهمام، ثالثة لهمام. موجود خالد، موجود خالد، موجود خالد. ضاعت 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 من همام طارق. كل الطرق تؤدي للأحمر الإماراتي. بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد. ضاعت للمنتخب العراقي من همام، وبالتالي شوف ردة الفعل. طبعا ردة الفعل، ردة الفعل خالد عيسى، خالد عيسى. وركلة ترجيحية ثالثة لمنتخب الإمارات. من يكون؟ من يكون؟ هل يكون خميس اسماعيل؟ اي نعم، خميس اسماعيل، خبرة ايضا. خميس اسماعيل، خميس اسماعيل، خميس اسماعيل، منتخب الامارات. خميس اسماعيل يحطها. جول، جول. هدف اماراتي ثالث، هدف اماراتي ثالث. هو النهائي يبغينا، النهائي يبغينا، النهائي شارينا، النهائي يبغينا. وبالتالي الاماراتي يتقدم 3-1. 3-1. سجل مبخوت وسجل عمر وسجل خميس اسماعيل. والرابعة، شوف هذه الرابعة لمنتخب العراق. إذا ضيعها لاعب المنتخب العراقي نقول مبروك للإمارات. لكن خالد عيسى في المرمى، وركلة ترجيحية عراقية، وركلة ترجيحية عراقية، وخالد عيسى في المرمى. لاعب المنتخب العراقي الآن أمجد عطوان، أمجد عطوان، أمجد عطوان. خالد عيسى، خالد عيسى، أمجد عطوان، وسجل. وبالتالي قلص الفارق. 3 للإمارات من 3 ركلات ناجحة. والآن الدور على محمد المنهالي. طبعا العراق هدفين من ركلتين ترجيحيتين من أصل 4، لكن الإماراتي سجل 3 من أصل 3. والآن الدور على ما يبدو على محمد المنهالي. محمد المنهالي، محمد المنهالي، منتخب الإمارات، منتخب الإمارات. نعم، محمد المنهالي، محمد المنهالي. ركلة ترجيحية في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. محمد يتقدم، يسدد. جول! خلاص الإمارات إلى المباراة النهائية. أبناء زايد إلى المباراة النهائية أمام الأشقاء العمانيين. مبروك، مبروك لكل إماراتي صغيرا وكبيرا. مبروك الوصول وبلوغ المباراة النهائية بركلات الترجيح. استعصت في الوقت الأصلي واستعصت في الأوقات الإضافية. محمد المنهالي، مشاركة أولى في دورات الخليج، تأتي بهدف وركلة ترجيحية، ويصل الإمارات وتصل الإمارات وتبلغ الإمارات إلى المباراة النهائية. وبالتالي نهائي 2007 بين الإمارات وعمان يتكرر الآن في الكويت الشقيقة. مبروك لمنتخب الإمارات، وحظا أوفر لأسود الرافدين. مباراة كبيرة بالفعل للمنتخب العراقي، ولكن ركلات الترجيح اختارت منتخب الإمارات اللي سدد 4 ركلات ترجيحية. علي مبخوت سجل، عمر عبد الرحمن سجل، خميس اسماعيل سجل، والمنضم الجديد اكتشاف دورات الخليج هنا المنهالي سجل. وبالتالي ألف مبروك لطبعا دولة
الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا وحكومة هذا الفوز وهذا التأهل للمباراة النهائية. نلقاكم على الخير وعلى المحبة وعلى السعادة مع منتخبنا